السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا يا حبايب قلبي، ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم حنسوي الكب البيتي بطريقتي، طريقة سهلة وبسيطة. بنقول المقادير، نقول بسم الله. هذه مفرومة يا بنات، حوالي تقريبا كيلو ربع. عندنا هنا بصلة متوسطة انا فرماها ناعم. عندكم ملح، فلفل اسود، جوز الطيب، وهذه ملعقتين كويكر، او ممكن تتبدل، ممكن تحطي لها شابورة ناعمة، بس أنا أبغى أسويها بالكويكر قدامكم لأني من جد رائعة وبرضو فيها قيمة غذائية. وبعدين عندكم هنا هذا شبت وبقدونس وكزبرة، يعني شبت وبقدونس وكزبرة. هنحط كل المكونات على بعضها وأوريكم كيف الطريقة. تابعوني حبايب قلبي. شوفوا يا بنات، أنا حطيت المكونات كلها مع بعضها، بس أنا دحين هقلبها. شايفين يا بنات كيف انا هقلبها زي كده، كل المزيج مع بعضه اقلبه. وبعد ما اقلبه انا بس عندي هذه العصايه دي حقت الشيش طاووق، بعد ما اقلبها اقوم اخليها شويه كده لحد ما البصل والخضره كلهم يعني ياخدوا من بعض. وبعدين بعد 10 دقائق كده، يعني بعد ما الخبطها اسيبها 10 دقائق. بعدين انا اوريكم كيف حسويها في هذه حقت الشيش طاووق، العصايه حقت الشيش طاووق، واحطها في الصينيه واحطها على النار، وبعدين ارجع لكم مره ثانيه. طيب حبايب قلبي، تابعوني. شوفوا بنات، الصينيه عندي هنا. انا حجيب، ليه انا جبت الخله دي؟ عشان انا ابغى اخلي الكباب كله سوا بعض. يعني دحين حجيب الكباب مثلا، اسويه مثلا، افضل الف فيه كده لحد ما انا ابغى، يعني على قد ما انا ابغاها كبيره، ابغاها صغيره. فانا ايش اسوي في الخله كده، وافضل اعملها زي كده. شايفين يا بنات كده زي كده، ونحط كل الكميه في الصينيه. انا ابغى كل المقاس يكون واحد. شايفين يا بنات زي كده؟ شايفين كده زي كده؟ هتتحط كلها جنب بعض، احنا هنحطها كلها جنب بعضها بحيث انا ابغى نفس الشكل، يعني اكنه كباب السوق. برضه نسوي واحده ثانيه يا بنات. شايفين كيف؟ على حسب الحجم اللي انت تبغيه. في ناس يبغوه صغير، يعني مثلا نفس الصباع حق المفرومه الكفته صغيره كبيره، على راحتك انت. شوفوا يا حبايب قلبي لما صبعته كيف، شوفوا كيف. فانا اول شيء هحط عليه نقطه زيت، بس نقطه كده. شايفين كيف؟ بس يعني ما هكتر، شويه نقطه زيت بس. هياخد تقريبا 10 دقائق على البوتاجاز، وبعدين اكمل سواء في الفرن. وممكن تنفع للدايت كمان، ممكن تستغني عن الزيت، بس نقطة كده. شايفين كيف؟ بس يعني ما هكتر، شوية نقطة زيت بس. هياخد تقريبا 10 دقائق على البوتاجاز، وبعدين اكمل سواء. شوفوا يا بنات، بعد ما خرجته من الفرن جبت العيش الحب، حطيته في الصحن ورصيت الكباب عليه. وشوفوا عندي هنا في فحمة حطها في القصير جنب الصحن، وهحط نقطة زيت. شوفوا كيف هيطلع الدخان كيف. هنحط القصير على طول، اول نغطي العيش كده ونغطيه بالقصير. شوفوا هنسيبه تقريبا يقعد حوالي زي 10 دقايق، ياخد من ريحة البخار، وبعدين اوريكم هي يتقدم معايا. شوفوا يا بنات، بعد ما شلت القصير ولا اروع والله، اكنك قاعدة بمحل كباب بيت، مفرومة نظيفة بيدين نظيفة. وهذه السلطة حقت اللبن الزبادي تتقدم مع الكباب، زي حبة رز أبيض، يعني بالعيش تتاكل، يعني من جد روعة يا بنات، روعة. وغير كده كمان ممكن ينفع للدايت وللرجيم. يعني أنا بحاول بسوي أكلات للعادي الإنسان، يعني اللي هو ما بيسوي دايت واللي بيسوي دايت. أصلا لازم نحافظ على صحتنا، سواء كان إنسان يبغى يسوي دايت أو غير دايت، فإحنا نقلل الدهون على قد ما نقدر. وهذا هو الكباب، والله يا بنات ولا أروع، يعني من جد روعة. شوفوا كيف طعمه، ريحته عبت البيت كله. وهنا وعافية علينا وعليكم.